مازال ما سياتش لا غوسيت تاع غريبيه الكاوكاو تجي تشوف لا فيديو. هاد الغريبيه بزاف بنينه وراح نشوفوا كيف السر باش تحافظ على لا فورم تاعها وما تحبطش في الفوق. تبعوا معايا لا غوسيت. ندير 250 غرام مارغرين ولا زبده طريه كنت خرجتها من قبل، نزيد عليها رشه ملح، باكي لافاني وزوج مغارف كبار سمن المرجان. ناخذ لو سكر غلاس ونكيل بلا بواط تاع لا مارغرين كيلا غير رباح سكر غلاس ونغربلو فوق لا مارغرين والسمن. نخلط كلش بالباتور ونخلط مليح حتى نتحصل على اون كريم. هنا نزيد الكاوكاو، درت كيلا غير رباح كنت حمصته ورحيته رقيق. كي نكمل نزيد الفرينه، درت 3 كيلات ونص كيما قلت لكم. كيلت بلا بواط تاع لا مارغرين كنت حمصتها في الفوغ اللي كنت شعلته من قبل على 160 درجه وكنت نحركها كل 10 دقائق. نزيد الفرينه غير بشويه ونحك بيديا باش تدخل الفرينه في لا مارغرين والسمن ونكمل نحك باش يخرج ليدام. هنا حطيت لاباط في جفنه باش تسهل لي الخدمه، غير تزيت يدي نزيد الفرينه ونكمل نحك هكذا بهذه الطريقه حتى لاباط تولي كي ندير اون بول ونعبز عليها تتشقق، لانه اذا مازالت طريه ما راحش تحافظ على لا فورم تاعها وتطيح كي طيبيها في الفوغ لانها ناقصه فرينه. وفي لافان لازم لاباط تاعك تكون تقدري تلميها هكذا، باسكو ولا ما قدرتيش تلميها وبقات تتفتت ما راحش تقدري تخدمي بها. زيدي لها شويه سمن وعجنيها حتى تتلم. ونبدا نشكلهم بهذا لو مول، ما ندير له والو نخليه ناشف، وكل ما نشكل حبه نعاود نمسحو مليح بالبابي ابسوربون باش ينشف، سينو ولا خليتوه مزيت لاباط راح تلصق لكم. وننصحكم قبل ما طيبوهم شكلوا حبه برك، طيبوها في الفوغ، ولا طاحت وما شدتش لا فورم تاعها زيدي الفرينه لاباط، ولا حافظت على الشكل تاعها طيبي الاخرين عادي. ونحطهم يطيبوا 8 دقائق في الفوغ على 170 درجه كنت شعلتهم قبل. بعد ما طابوا خليهم يبردوا مليح قبل ما ترفديهم باش ما يتكسروش. تقدري ديكوريهم بالكراميل، انا هنا درت كراميل لون تاعو غامق والاخر كلير، سينو خليهم كيما راهم ولا ديكوريوهم على حسب لو غو تاعكم. مع المرجان ديما فرحان.